يا حزنيانة على المنظر، ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده، يا لهوي البوتاجاز اتحرق، البوتاجاز اتدمر. تفتكروا هينضف؟ عايزه اقول لكم ان انا مش مكسوفه منكم ان انا اطلع بالمنظر ده، على قد ما انا حزينه وزعلانه قوي من نفسي ان انا وصلت للحاله دي. اول مره من ساعه جوازي للاسف بوتاجازي يوصل للمرحله دي. دايما بكون مهتميه بنظافته، بيبقى عليه تغليفه من فوق، بيبقى عليها كل الحروق بقى والدهون والطرطشه وكل الحاجات دي، يا دوبك بتتلم وتتكلفت في بعضها كده وبتخلص منها، والسطح عندي بيكون سهل في التنظيف، واكيد ده كان بيبقى ظاهر معاكم داخل الفيديوهات. ولكن بوتاجازي نفسه يوصل للمرحله دي كانت يعني بصوا غريبه عليا انا شخصيا، وغريبه على متابعين. يعني في ناس كتير تابعت ولاحظت يا نور بوتاجازك اتدمر من ساعه ما عزلتي، يا نور الحقي بوتاجازك، اوعي تهملي فيه بالشكل ده. فعايزه اقول لك يا ست الكل، شمرك ومامك الحلوين وادخلي برجلك اليمين وقولي بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا، فانا مش ههيصاكوا تنظيفات عميقه الفتره دي، فعاوزاك انت كمان تشهيصي لي وتفرفشي لي النفسيه كده على قد ما تقدري. حطي لايكات كتير بقى للفيديو ده، وشيري الفيديو في كل مكان عشان دعمك يوصلني. ولو انت جديده يا ست الكل، اشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. ولو لسه ما تعرفيش ان انا بقيت انزل فيديوهات على يوميات نور اند كريزي شانل، فانت فايتك كتير هناك، لان انا برضو هناك بنزل روتين، فهسيب لك اللينك في الكومنت مثبت. بصي بقى يا ست الكل، صلي على النبي. ايوه صلي على النبي في سرك كده، ما تكونيش بخيله. انا المره دي انتقمت من نفسي اشد انتقام. والله هو مش مقصود، بس هي الظروف سمحت ان البوتاجاز ينضف وفي الوقت ده بالذات كنت لسه خارجه من تعب، وكان دور شديد جدا. عايزه اقول لكم ان هو يهد جمل مش يهد نور، اللي لو شفتها في الحقيقه هصعب عليكم. لا وضعي كان صعب جدا مع اولادي، ولسه خارجه من دور يعني صعب قوي في تعبي وكده، ويا دوبك بقف على رجلي. اخويا بقى الله يبارك لي فيه كان عندي، واستنهزت فرصة وجوده، يعني كان جاي لي ومشي تاني يوم على طول. قلت يا بت يعني ده عارفة جالك نجدة كده من السما، هتمرقيها كده، يعني هتفوتي اليوم كده عادي. قلت لا، قومي وشدي حيلك وتوكلي على الله، وشدي العزيمه كده وابدأي نضفي واعملي اي حاجه مش هتعرفي تعمليها من اولادك وانت قاعده بيهم لوحدك. المهم من كرم ربنا وفضله ونعمه عليا، اليوم ده كمان عيالي ريحوني، عموري وتيتويا وناموا، كانت لولي بس هي اللي صاحيه، فاصبح يعني الحمل عليه برضو ما بقاش تقيل قوي مع لولي بس. فبدأت بقى يا اخواتي كده انطلق، ودخلت بقى كده على البوتاجاز وغسلته زي ما انتوا شفتوا. انا ما استخدمتش بقى خلطات ولا وصفات ولا اي انواع منظفات خالص، غير صابون المواعين والاسبونشه الغلبانه اللي في ايدي دي، وكمان كلوروكس العادي خالص بتاعنا اللي هو بتاع التنظيف ومسح الارضيات وتعقيم الاسطح، وكمان هو لتنظيف البوتاجاز والاتساخات والدهون والكلام ده. فاستغليته صراحه وقلت خليه يسهل عليا شويه، لاني انا انتقمت من نفسي، يعني انا تعبانه وفي نفس الوقت جيت على حالي ووقفت. يعني انتوا متخيلين انا بعمل ايه في نفسي. فالمهم انا كنت بلالي، يعني والله العظيم انا بنظف وعماله لالي من وجع ظهري، اللي هو انا لسه برضو المسكنات مش يعني من كتر ما جسمي اتعود عليها الفتره اللي فاتت مش جايبه معايا نتيجه. وطبعا من العلاج اللي كنت باخده معدتي كانت تعباني جدا، فكله بقى ايه جاي مع بعضه مره واحده. فقلت لا، يعني اوحي مع نفسك شويه عشان يعني ايه احاول ان انا انجز كده واخلص اي حاجه. فنضفت بقى كده سطح البوتاجاز، كان تنظيفه صعب جدا. عايزه اقول لكم ان انا عدت عليه كذا مره لغايه يعني اكيد كان واضح قدامكم في الفيديو. صابون المواعين بقيت احط كل شويه من كتر الدهون الرغوه بتاعته بتقطع، يعني انتم متخيلين مفيش رغوه اساسا من كتر ما البوتاجاز عليه دهون وحروقه وزيوت وحاجات قد كده. واستعنت بقى بالكلوروكس اللي قلت لكم عليه ده، بقيت احط كده شويه وادعك بقى، خليته زي الفل. طبعا جوانب البوتاجاز والزراير والازاز من قدام كل ده اتنضف. ابو عمر الله يبارك لي في صحته يا رب ويحفظه لي ويخليه لاولاده. لما عندنا كده طقوس غريبه شويه مع اولادنا، فعموري من ساعه ما بابا ما بيدخل من باب البيت هو وتيتويا بيشبطوا فيه بابا لالا بابا لالا. لالا دي يعني عايزين اللبن بتاعهم تمام كده، فياخدهم ويشيلهم ويسخن لهم لبن. فاحيانا بقى بيوقع لي اللبن ده ويطرطشه لي على البوتاجاز وعلى الازاز، طبعا بيكون غصب عنه من اللهوجه والعيال في رجله والكلام ده، فبيبقوا ايه مش يعني ايه مش متزن قوي، اللي هو عاملين هيصه حواليه فمبقاش عارف ان هو يركز منهم. فعايزه اقول لكم ان الحمد لله احنا كستات بيوت
ممكن نركز في اكتر من حاجه في نفس الوقت. بتبقي حاطه حاجه على النار بتعمليها، وفي ايدك حاجه بتغسليها، وعيل بتديله حاجه في ايديه، وما شاء الله ربنا يا رب يعني يدينا الصحه كده ويقوينا. بنركز في كل ده وبنبقى منتبهين جدا. فربنا يا رب يقوينا كده ويقدرنا على مسؤولياتنا. فالمهم يعني يا اخوتي باختصار، كان ليه نصيب بالاسد في حوار الحاجه اللي محروقه على البوتاجاز دي، لبن بقى وكده، وطرطشه على طرطشه لبن كده نازله على الازاز بتاع البوتاجاز. فكل ده كان متبهدل. سامعاك يا ست الكل يا قمر، انتي صوتك وصلني لغايه هنا. هتقولي لي فين يا اختي الخلطه الجباره السحريه الخطيره اللي كنت بتطلعي تبهرينا بيها وترجعي البوتاجاز جديد اللي كنت بتعمليها معانا في شقتك القديمه؟ اقولك والله يا اختي يعني لاجل الحظ كانت خلصانه من عندي، فما عرفتش ان انا اعملها، فقضيت حالي. يعني بصوا اللي فات ده كوم، واللي انتوا شايفينه معاكم داخل الفيديو ده كوم تاني. طبعا محدش حابب الشقه لنفسه يعني، بس انا شقيت فعلا في التنظيفه المره دي، وعرفت قيمه الحاجه وهي موجوده عندي في البيت. عايزه اقول لكم الخلطه اللي انا كنت بعملها دي بتبصوا بتفور الدهون، بتسيحها، بتبصوا مش بتقضي عليها، بس هي بترجع الحاجه جديده زي ما كنتوا بتشوفوا معايا في شقتي القديمه. فالمهم هي عباره عن ايه بقى؟ ملح، ليمون، تحطي معلقتين كبار، وبيكربونات الصوديوم معلقتين، ومعلقه كده من اي نوع صابو انت بتستخدميه. انا بستخدم اللي هو الاوكسي المسحوق العادي ده. بحط كمان معلقه، وحوالي معلقتين 3 كده من صابون المواعين، وبقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. من اول ما بيتقلب بيدي لك فوم كده، وبيدي لك تفاعل حلو. بغطس فيه بقى العيون والحاجات المحروقه دي كده كلها، والحاجات اللي مليانه دهون، وببدا انزل بقى بحوالي ربع او نص كوبايه خل او كوبايه. والله ما تستخسري، كل لما تدفلقي في خل بصي هتلاقي الدنيا معاكي بقت زي الفل. المهم بحط كده الخل، وبلاقي بقى العيون النحاس دي رجعت جديده تاني. طبعا بتبقى سهله بقى في الدعك، مش الشقه اللي انا عملته ده هتشوفوا في الاخر منظرها برضو عامل ازاي. وبس. بعد كده بقى بغلي ميه في الكتل، وبنزل عليها بحوالي 1.5 لتر من الميه المغليه بقى على الخلطه اللي انا قلت لكم عليها دي. ولو الحاجه ما نطفتش من اول مره ومحتاجه دعك شويه، بكرر الخلطه واعملها مره تانية، بتخلي الحاجه معايا بتنور حرفيا. فالمهم بقى يا اخواتي انتوا شفتوا كده انا عملت ايه. انا دعكت بقى العيون، عندي عيون نحاس وعيون الومنيوم، دعكتهم وحاولت اشيل الدهون اللي عليهم على قد ما اقدر. والطارات كمان اخدوا معايا وقت، بصوا قسموا لي ظهري من كتر ما انا وقفت وعدت عليهم كذا مره. واسهل حاجه بالنسبه لي صراحه كانت في التنظيفه هي ازاز البوتاجاز، عشان كان متغلف زي ما انتوا شفتوا. لما جيت عزلت الشقه هنا، انا كنت غاسله بوتاجازي ومنضفاه تنظيفه عميقه قوي، وكنت مظبطه السيراميك هناك في شقتي قبل ما امشي على فكره، من الدهون والزيوت والحاجات اللي كانت فيه. وكنت مغلفه البوتاجاز بتاعتي، يعني مجهزين ان انا هنقل بيه هنا هيكون متغلف كل حاجه تمام. الله يسامحهم بقى الشباب اللي كانوا بيشيلوا الحاجه بتاعه العفش، بيغلفوا لنا العفش وكده. شالوا لي التغليفه اللي عليه، معرفش ايه الفكره، مع انهم كده كده قفلوا الازاز لزقوه الازاز وكده، ولا مش فاكره شالوه خالص، والله ما فاكره. المهم ان هم يعني عملوا حاجه كده وراحوا شايلين لي التغليفه اللي عليه، بس كان الازاز متغلف زي ما هو. بس والله يا اخواتي، فبعد ما خلصت بقى كده الحمد لله واتشهدت طبعا، يعني قلت اشهد ان لا اله الا الله اخيرا. طبعا نفسي اتفتحت قوي اول ما شفت المنظر ده. انا عايزه اقول لكم ان انا قعدت يومين بعد التنظيفه دي، كل لما اعدي من قدام المطبخ وابص على البوتاجاز واشوفه عريس قاعد منور في مكانه كده، احس براحه نفسيه فظيعه فظيعه، مش قادره اوصف لكم قد ايه. المهم يا اخواتي طريقتي بقى في التغليف بتاع البوتاجاز ده، وهقول لكم ليه بستخدم ورق الفويل بتاع الاكل. طريقتي بتكون سهله خالص. بجيب فوطه كده منديه ميه وامشيها على سطح البوتاجاز، وابدا اجيب الفويل بتاع الاكل بقطعه الاول كده بالعرض، يعني بقطع كده منه ورقتين، اعملهم كده بالعرض على العيون، واجيب كمان عليهم ورقتين بالعرض بالطول، عشان يعني اي حاجه هتقع بقى، اي حاجه هتفور ما توصلش لسطح البوتاجاز على طول. طيب ليه بقى يا ست الكل بتحطي ورق الفويل بتاع الاكل مش بتاع التغليف بتاع البوتاجازات؟ بوتاجازي كان فيه عطل قبل كده في الاشعال الذاتي بتاعه، وجالنا فني من الشركه، ولما شاف البوتاجاز متغلف، الكلام ده ايام الشقه القديمه مش دلوقتي، ولما شاف البوتاجاز متغلف بورق الفويل الجاهز اللي هو التقيل قوي اللي بيتحمل بقى الحراره وما بيتحرقش وتعرفي ان انت تصبنيه والكلام ده كله،
شاله من عليه وقال لابو عمر خليها تفرش ورق يكون خفيف شويه وبلاش ده عشان غلط عشان السخونيه. ده كان كلام الفني. فمن ساعتها هتلاقوني ما تنتهاش تاني، على طول بقى بستغل ورق الفويل اللي هو بتاع الاكل ده وبعمله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي عشان يكون متين معايا شويه ويستحملني فتره طويله. المهم يا اخواتي بعد ما بلزقه كده وبمشي عليه كده بالفوطه عشان افرده، بعمل بقى فتحات كده مكان العيون ومكان الاشعال الذاتي. وطبعا يعني ايه بخلي ورق الفويل ياخد وضعيه البوتاجاز كده او الشكل بتاع البوتاجاز نفسه. بيتعمل بمنتهى السهوله على فكره وبيفضل لازق فتره كبيره مكانه ما بيتحركش، الا بقى لو انا اتغبيت عليه ودعكته بالسلكه او اتعاملت معاه كاني بتعامل مع سطح البوتاجاز ممكن يتقطع لانه طبعا خفيف مش تقيل. المهم يا اخواتي طبعا الحواف بقى او الزيادات دي كلها مش هنشيلها ولا هنتخلص منها لانها بتنفعني جدا لما بعملها بالحركه اللي انتوا شايفينها دي. بجيبها بقى كده كلها واتنيها كده جوه بعض بطريقه كده اللي انتوا انا مش عارفه اوصفها لكم قوي بس ايه يعني بخليها تبقى متينه شويه. وطبعا بعمل فتحه التهويه بتاعه الفرن دي بشيل من عليها ورق الفويل عشان الكتمه والسخونيه، واللي في الجناب ده برضو بطبقه كده وبعمله زي تندة كده، عارفه التندة؟ الحركه دي بقى بترحمني من طرطشه الزيوت على جوانب البوتاجاز من الجنب او من على العيون. بصراحه حركه رهيبه رهيبه، اعملوها والله العظيم يا بنات تحفه وهترحمكم كتير. اي دهون او اي حاجه تلاقوها يعني بتتحشر في ورق الفويل من الجناب كده. المهم كده خلاص كنت خلصت. هوريكم بقى كده ايه، هبهركم بقى كده في الاخر وكلها بشويه صابون مواعين يعني ونضفنا حياتنا وخليناها زي الفل. عقبال ما عايزاكم بقى تدعوا لي ان ربنا يشفيها لانها تعبانه خالص. المهم يا اخواتي اخويا كان شايلها وعمال يدلع فيها والبت بصوا اللي هو ايه اديني حبه دلع من اللي اتمنع. البت لما بتصدق تتدلع. عايزه اقول لكم ان هو لما بيمشي بيخليني محتاسه بنفسي بيها. المهم يا اخواتي ده كده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. بصوا شكل البوتاجاز بقى عامل ازاي. هكون صريحه معاكم للنهايه، انا ما نضفتش صراحه الفرن من جوه ولا الشبكه ولا الصاجه ولا الحاجات دي. قلت بقى ايه كفايه عليا تعب كده الصراحه، ظهري اتقسم فاخد مني وقت ومجهود كبير قوي. بصوا ده كده شكله في الاخر. ودي تغليفه الازاز بصوا عامل ازاي، مسطره كانك لازقه عليه لزق من بره، والله العظيم رهيبه وما بيتفكش ولا يجراله اي حاجه غير لما انا افكه بايدي اللي هو بتاع الازاز ده. الارضيه نضفتها برضو، هنا بيبقى فيه طرطشه وجنب البوتاجاز من الكورنر الصغير كده بيبقى برضو فيه طرطشه. كل ده اتدعك وخليته زي الفل، ولكن السيراميك بتاع الحيطان لسه صراحه. فان شاء الله يعني ايه لسه بقى لينا فيديوهات وتنظيفات عميقه كتير جايه. اهم حاجه يا اختي تكوني بتتشجعي معايا كده وكونش هيصتلك النفسيه ونورتلك حياتك بالفيديو ده زي ما انا حسيت ان حياتي نورت. والله العظيم انا من فرحتي كنت كل ما اعدي قدام المطبخ ابص على البوتاجاز ما كنتش مصدقه ان انا نضفته. انتوا متخيلين من كتر ما انا كنت حاسه بهم تقيل على قلبي وان هو صعب في التنظيف، حاسه ان بصوا ان انا فقت كده. وبس والله يا اخواتي ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بدعواتكم تحطوا لايكات كتير للفيديو واسيبكم في حفظ الله ورعايته ومع السلامه.